بصوا بقى، اسهل من كده ما تلاقوش خلاص، ولا محسن كيك ولا مجهود ولا سمنه ولا زيت ولا حتى كمان بيكنج باودر. عملنا سبونج باب يا جماعه. انا بقيت اقول لاولادي سبونج باب اهو بالظبط. يعني بصوا، سفنجه كيكه رهيبه وسهله وبابسط مما تتخيلي وسريعه. هنعمل ايه في جوع اخر الليل؟ الساعه 11 بتيجي من هنا ونطلع نقف في المطبخ نلف حوالين نفسنا نشوف ايه اللي هناكله في التلاجة وايه اللي هنعمله. يلا بينا نشوف الكيكة الجميلة الخفيفة الإسفنجية اللي مسامها ضيقة دي عملناها ازاي وطلعت معانا بالمنظر ده ازاي. ممكن نحشيها نوتيلا او نصب عليها كريمة. هتبقى تورتة بأسهل مما يمكن. يلا بينا على الحلقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجه انا جبت 3 بيضات. هفصل الصفار عن البياض. ممكن تفصليهم عن طريق مصفى كده، نزلي البياض منها والصفار يبقى في جنب. بس انا بوريكي الطريقه بتاعت امهاتنا اللي احنا اتعودنا عليها. الاناء بتاعك مش هوصيكي بقى يبقى ناشف، اللي بنحط فيه بياض البيض ما يبقاش مبلول علشان يعمل معانا مرق. هم المفروض 3 بيضات كبار بس انا عملت 4 علشان خاطر ده بيض بلدي. هاجي على البيض بقى هحط 5 معالق دقيق كبار هنخلهم ومعلقتين نشا برضه هنخلهم عشان انا عايزه الخليط بتاعي كله يبقى كله هوا. ومش هحط بيكنج باودر. حطيت فانيليا ونزلت ب5 معالق زيت يكون درجة حرارتهم حوالي 60، يعني قبل الغليان بشوية، زيت سخن. وهنزل ب5 معالق لبن اللي هو الحليب. وهبتدي بقى ادوب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. بصي بمضرب سلك يدوي كده لغايه لما يديك القوام الكريمي ده. لو حسيتيه ناشف شويه ممكن تزودي شويه حليب تاني وخلاص لغايه لما يطلع معاكي بالمنظر ده. تمام. قولوا تمام. هنركنه بقى على جنب وتعالوا بينا على بياض البيض. شوفوا هنعمل ايه. هنزل على بياض البيض كده بنص ليمونه، نص عصير ليمونه كده وسنه صغيره ملح. وهنزل ب5 معالق سكر بودر وهبتدي اضرب بقى لغايه لما يعمل لي مارينج. يديني بقى يعمل فوليوم كده ويديني ايه شكل الكريم شانتيه كده. خلاص يبقى هاشش معانا. هبتدي هنزل بقى بالابيض البيض ده معلقتين كده على الصفار اللي بالدقيق وبالسكر والزيت. هنزل بمعلقتين كده علشان خاطر انا مش عايزه الهواء بتاع الكيك يروح مره واحده، لان احنا هنعتمد في الكيكه دي على الهواء اللي احنا دخلناه في المارينج بتاع البيض. خلاص. وبعد كده اما نزلنا كده بحوالي تلت الابيض البيض هنزل بقى بالخليط كله كده عليها. وهقلب خفيف في اتجاه واحد، تقليب خفيف بس لازم اقلب يعني ايه كويس، ما سيبش بقى الصفار مفصول عن البياض، بس بخفه وفي اتجاه واحد. بس كده لغايه لما خلاص كله امتزج واداني القوام اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. هقرب لك بقى كمان علشان تشوفي القوام عن قرب. هو ده، شوفوا خفيف كده وتحس ان هو فلافي كده وايه يعني هش ومن غير محسن كيك. جبت بقى القالب بتاعي دهنته سمنه وهنزل بالخليط كله بقى كده. قالب يكون صغير كده. الصينيه دي كده كانت مقاس 18. هخرج الهوا كده بقى بخله او باي حاجه كده رفيعه وهخبطه كده. هخبط القالب كام خبطه علشان اطلع كده الهوا ويبتدي بقى ايه يترفع تاني من المارينج اللي انا دخلت فيه الهوا ساعتها. جبت بقى ميه سخنه بتغلي وصينيه وحطيت القالب فيها عشان هسويه على حمام مائي جوه الفرن على درجه حراره 180. هسيب الكيكه ساعه او ساعه وربع بالكتير قوي. طلعت معايا بالمنظر الجميل ده. تعالوا بقى نقلبها. بصوا اتقلبت معايا بسهوله. هقلبها بقى على وشها عشان وشها متحمر كده. بصوا كلها سوا واحد وارتفاع واحد. تحفه. انصحكم تعملوا لكل واحد من افراد الاسره صينيه. لان دي مش هتكفي، بقينا نتخانق عليها. ما شاء الله بجد تحفه جدا جدا وخفيفه والله، من غير مش محتاجه زويق، يعني هي اسفنجه. طبعا بصوا كانت سخنه جدا، يعني هي المفروض تبرد علشان ايه تبقى باينه ليكوا قوي وتبقى الهشاشان والخفيه باينه قوي، لكن برضو عملتها وهي سخنه والدخان طالع منها زي ما انتم ما شايفين كده. تحفه. شوفوا المسام ضيقه، ما تقوليش معجنه، اوعي تقولي معجنه، هي مسامها ضيقه كده جميله، مش المسام الواسعه اللي هي بتاعه الكيكه العاديه. وفي نفس الوقت هوريكي قلبها من جوه، قطعتها لك 100 قطع عشان محدش يقول معجنه خالص والله يا جماعه. خفيفه وبتتلظلظ زي الجيلي. دي يا جماعه الكيكه الياباني بطريقه سهله وبسيطه جدا. ممكن تديها رشه سكر بودر على الوش كده او مربى تلمعي بيها الوش، او تحطي بقى صوص شوكولاته نوتيلا اي حاجه. بصي لغايه الاخر. شوفي اكنك بتقطعي سبونشه سفنجه.
يعني بصي فرخ سفنج كده عماله تقطعي منه، والله ما شاء الله كانت روعه. جربوها وامشوا على الخطوات بالظبط، هتاخدوا احلى نتيجه. وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو انها تنفع تبقى تورته، سهل ان احنا نفتح قلبها ونحشي كريمه، ده انت تعمليها دورين كمان، يعني حشوين. قطعيها 3 دواير، ممكن تحشي دايره منها تحطي بين كل طبقه وطبقه كريم شانتيه، وممكن طبقه تانية نوتيلا اللي هو بديل النوتيلا يعني. وعلى الوش تنزلي بقى وتجلسي، وتبقى احلى تورته واسرع تورته. لا هتستني تاني يوم عشان السبونش ولا اي حاجه، ملزلزه وتهبل. يلا بقى اترككم في رعايه الله، وما تنسوش بقى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات عشان ناخد الاجر، وتعملوها للولاد وتقولوا لي ايه رايكم، حلوه ولا ملتوته. وربنا يستر على الشتا ده وعمايله. مفيش حاجه دايت يا جماعه بيبقى طعمها حلو، انا عارفه ان الناس هتضربني. هنعمل ايه؟ ربنا يسامحنا بقى ويعدي الشتويه دي على خير. والسلام ختام.